جيت تمسك فرامل مره واحده لقيت عربيتك بتاخدك يمين في شمال. ده ايه ده؟ ممكن يكون اي بي اس. هو يعني ايه اي بي اس وايه وظيفه الاي بي اس؟ الاي بي اس ده يا صديقي نظام فرامل حديث في العربيات الحديثه والموتوسيكلات الحديثه. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يمنع الانزلاق على الطريق. لقيت شويه ميه على الطريق او شويه رمله او شويه زيت، بس طبعا مش زيت بكميه مهوله، هو يمنعك ان الكاوتش بتاع عربيتك ياخدك يمين في شمال. ان هو بيشتغل بتكنيشن حديث جدا يا صديقي، وهو انه ما بيكلبش في الفرده مره واحده. لما حضرتك بتيجي تدوس فرامل مره واحده في اي عربيه او اي موتوسيكل عادي، الفرده كلها بتقف مره واحده. فاللي بيحصل فقدت السيطره بشكل كامل على الطاره او الدريكسيون اللي انت ماسكه، فالعربيه تروح منك يمين في شمال. لو العربيه اي بي اس او الموتوسيكل اي بي اس، فهو وظيفته ان يمسك ويسيب يمسك ويسيب يمسك ويسيب، حتى لو انت دوست فرامل مفاجئ ومره واحده. وانا عايز اقول لك حاجه، في ناس سواقه انا اعرفها لما بيجي يكلبش فرامل مره واحده بيعمل حوار الاي بي اس ده برجله. حبيت اشرح لك الموضوع ببساطه ومن غير ما اعقدك واحسسك ان الموضوع كبير قوي. الخلاصه كلها في 30 ثانيه. وكالعاده انا احمد السويسي، كل يوم فيديو جديد، عرض جديد ومعلومه جديده. عشان يوصل لك كل جديد اعمل لنا متابعه. سلام.